لم تدم فرحة فلاحي قرية تاغوست بدائرة بوزينة طويلا بعد إطلاق مشروع إنجاز سد مائي على مستوى واد بوزينة، إذ أثبتت الدراسات أن مياه السد التي كانت ستستغل في سقي بساتين المشمش التي تشتهر بها المنطقة ستغمر نسبة كبيرة من أراضيهم. تقريبا 10,000 نفس راهم يعيشوا غير من الشجرات هذو، ما عندنا حتى مدخل لا لوزين ولا حتى حاجة. الشعب هذا كله راه يعيش من الشجرات هذو الناس اللي جاو دارونا باراج هذا ما كان لا تعويض لا والو، راهم يكرزيو في الشجر تاع الشعب مازال ما كيلو ما مدوا الناس، وراهم يقولوا بلي عوضنا لهم الاملاك وعوضنا لهم الماده، هي ما كان والو خورتي في الخورتي وكل راهم يكذبوا علينا. 4 ملايين تاع شجره راح يديها لودوك، حنا الشعب هذا منين يعيش؟ ما عندناش منين نعيشوا غير خلابه، ما كان لا لوزين ولا حتى حاجه، وحنا رانا محقورين في البلاد هذه. قلنا لهم البراج هذا عنده تاثيرات، مش غير تاثيرات على الفلاحين، كاين تاثيرات ثقافيه على القريه هذه اللي عندها 7 قرون والناس ساكنين لهنا. ماهيش غير احنا نهضروا على الاشجار، الناس هذو اللي ساكنين هذو عندهم تاريخ، عندها كاين قريه لهنا مصنفه في اطار مع وزاره الثقافه، عندها قرون. وباعتبار ان الفلاحه هي النشاط الرئيسي لسكان المنطقه، فقد طلب الفلاحون بأراضٍ زراعية مهيئة ومسقية قبل البدء في إنجاز المشروع كي يتسنى لهم ممارسة نشاطهم. يطلبوا في حقوقهم بكاملهم، يطلبوا التعويضات للأراضي نتاعهم، الأراضي فلاحية. هذا الشعب راهم محشورين لهنا، ما وفرت لهم الدولة ني أوزين ني أي حاجة، يخزروا الربي والأسمار نتاعهم، ولكن هما ما همش يعرقلوا في الدولة، هما يطلبوا في حقوقهم، يعطيوا لهم الحقوق بتمامهم، يعوضوا لهم الأراضي بطريقة نظامية بالبري على مستوى الوطن، ماشي يعطيوا لهم مبلغ رمزي ويقول لهم رانا عوضنا لكم. وقد أبدى بعض الفلاحين رفضهم لصيغة التعويض، معتبرين أن المبلغ المقترح للمتر الواحد أقل بكثير من القيمة الحقيقية لبساتينهم التي كدوا من أجلها طوال سنوات. احنا ماناش قابلين، وإذا كان خدمتوا البراج هذو دراع علينا، احنا ما نسمحوش في الحقوق نتاعنا. ماشي تجي انت تعوض لي 10,000 المتر ولا. انا الارض هذه عندها تاريخ، الشجره هذه كما قال لك الشيخ او فلاح يعرف الفلاحه، قال لك الشجره هذه هي تجيب الشجره تاع مشماش تجيب لي 7 قناطر. ورغم الوعود التي تلقاها الفلاحون بايجاد حل لمشكلتهم، تبقى مئات البساتين مهدده بالزوال.